أولا هو تفقد على توسيع العقل المدرسي، وخاصة في العالم القروي. حنا تعرفوا بأن في العالم القروي هذه المدارس الجماعاتية تلعب واحد الدور اللي هو مهم، لأن في هذه المدارس تلقى واحد العدد ديال أولا المرافق اللي هي قريبة من الساكنة، وتلقاو أيضا خدمات منها النقل المدرسي، منها الإطعام، منها اللي تتساعد باش يكون واحد نسبة التمدرس تكون عالية، ونقصوا من الاكتظاظ، ونقصوا أيضا من الهدر المدرسي. احنا من طبيعة الحال في نفس الوقت هذه العملية ديال بناء أو إحداث مدارس جماعاتية تتساعد باش داك الفرعيات اللي تتكون موجودة واللي تتكون فيها عدد ديال التلاميذ وعدد الأقسام اللي هو قليل جدا تنقصوا منها ونعوضوها بواحد المدرسة اللي هي فيها كل مواصفات ديال الجودة. إذا اليوم حظيت المديرية الإقليمية بسطات بزيارة كريمة للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمناسبة إحداث المدرسة الجماعاتية ولاد محمد المتواجدة بجماعة ولاد محمد إقليم سطات. هذه المؤسسة التي جاءت من أجل تعزيز العرض التربوي الخاص بالمدارس الجماعاتية، واللي كتكون من 15 حجرة وفضاءات اللي في المستوى كما تتبعتوا خلال زيارة السيد الوزير. مدرسة أيضا اللي الهدف منها هو تجويد العرض التربوي المقدم لفائدة التعليم الابتدائي. الذكر أن هذه المؤسسة ولا هذه المنطقة غتعرف إغلاق بعض الفرعيات المجاورة بالمدرسة الجماعاتية. اليوم كانت عندنا الزيارة ديال السيد وزير التربية والتعليم والرياضة من أجل إعطاء انطلاقة ديال هذه المدرسة الجماعاتية اللي كتعتبر ثاني مدرسة جماعاتية بالإقليم بعد جامعة ولاد فريحة، وجات في استراتيجية ديال وزارة التعليم من أجل محاربة الهدر المدرسي، وكذلك عوض بناء فرعيات اللي كيكون فيهم مشاكل كثيرة من ناحية ديال الموارد البشرية، التنقل ديالهم، الماء ديالهم كذا. هذا الفضاء وهذه المؤسسة الجميلة إن شاء الله غادة تكون بادرة، وإن شاء الله في تجويد التعليم بجامعة ولاد محمد ومحاربة الهدر المدرسي خصوصا الفتاة القروية. دونك في هذا البروجي هذا هو بمثابه ديال ان روبير بالنسبه للمنطقه. هي مدرسه اللي غادي تستقبل اللي في المساحه ديالها 8000 متر كاري، وغادي تستقبل ان شاء الله اكثر من 500 تلميذ اللي غادي يجيو للتمدرس هنايا في هذه المدرسه هذه اولا في هذا ليسباس هذا. خدمنا على هذا البروجي باش انه يكون ان اسباس اللي كونتينيو اللي كيعتمد على انه يكون فلويد بور لونسومبل، باش ان التلاميذ انهم يجيو يلقاو هذه المجموعه هذه كامله هنايا متوفره لهم للتمدرس ديالهم والتعليم ديالهم في احسن الظروف.